السلام عليكم ورحمة الله. عارفين لو السماء بتنتظر لحظة والأرض بتتهيأ برضه لنفس اللحظة، ومولود ربنا بيجهزه قبل ما يتولد، ده مش حلم طبعا، دي بداية حقيقية. السيدة آمنة، سيدة من مكة، حاسة إن طفلها مش عادي، ومع تخيل رسالة هتغير الدنيا. هل يا ترى هتخاف ولا هتحس برسالة ربانية؟ دي بداية أعظم قصة إنسان، هداية ورحمة لكل العالم. لو وقع عليك الاختيار إنك تبقي أم لأعظم إنسان في التاريخ، يا ترى هتكوني خايفة ولا مؤمنة ومستعدة؟ ولو كنت أب، يا ترى هتصدق الرسالة دي؟ هل هتخاف ولا تتحمس؟ تعالوا معانا نكتشف الحكاية دي مع بعض. آمنة بنت وهب، واحدة من أنقى وأشرف نساء مكة، مش بس بجمالها ولا حتى أخلاقها، لكن بنسبها الطيب. هي من قبيلة قريش، من بيت وهب اللي كانوا معروفين في الوقت ده بالشرف والكرم. وجوزها عبد الله ابن عبد المطلب ابن عمها، ومن أنبل رجال قريش. كان جوازهم مش بس اجتماع شخصين، لكن اجتماع نسب طيب وتحضير لشيء أكبر. آمنة كانت ست متدينة وطيبة، واسمها بيدل على الإيمان والسلام، حاجة تناسب رسالتها اللي جاية. بس محدش كان يتخيل إن جوه في بطنها بيكبر طفل هيحمل رسالة عظيمة، والطفل ده هو اسمه محمد. مش بس طفل، دي رسالة من ربنا كمان، وهداه هينور القلوب بالإيمان. آمنة لما حملت كانت تجربة مختلفة. كانت بتقول إن الحمل كان خفيف جدا، كأن ربنا رحمها، وكأن الحمل مش بس طفل، لكن دي رسالة ربانية، وإنها كانت حاسة بسكينة وطمأنينة غريبة. تخيلي إنك تكوني في مكانها وتحس بالراحة دي. هل هتصدقي إن دي إشارة من ربنا ليكي، ولا هتقولي دي مجرد بس مشاعر؟ بس الحقيقة إن اللحظة دي كانت بداية بشرى لكل اللي حواليها، إن في رسالة عظيمة جاية في الطريق، وإن السكينة والبشرات كانت جزء طبعا من حياة الأنبياء. مش بس آمنة اللي حست بحاجة مختلفة، الناس في مكة كمان لاحظوا سكينة وطمأنينة حواليها. كانت دايما مطمئنة وشكلها دايما هادي، اللي يقعد معاها يحس براحة غريبة. واحدة من قرايبها لاحظت وسألتها، حاسة إن فيكي سكينة غريبة، حتى اللي بيشوفك دايما بيحس براحة. كان رد آمنة بسيط ومليان طبعا إيمان، أنا بحس براحة ومش خايفة، كأن ربنا معايا. السكينة دي مش حاجة بتحصل بالصدفة، دي إشارة، بل إشارات من السماء. إن آمنة كانت حاسة بمسؤولية كبيرة، بس كانت مطمئنة لأنها حاسة إن ربنا معاها. القصة دي مش بس قصة للتاريخ، دي رسالة لكل واحد فينا، ودايما بتفكرنا إن مفيش حاجة بتحصل طبعا صدفة. ربنا بيهيئ الأسباب قبل ما ينزل الرحمة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما اتولدش فجأة، كان في إعداد من السماء، كان في طبعا بشرات، وكان في طمأنينة وسكينة. حمل آمنة مش بس حمل طفل، ده كان حمل لرسالة تعلمنا الرحمة وتفهمنا الدين وتغير العالم. في زمن بيتغير بسرعة، احنا محتاجين نرجع لجذورنا ونفهم ان الرسالة الكبيرة دايما بتبدأ من لحظات صغيرة زي دي. تعالوا دايما نسأل نفسنا، هل تقدر تكون سبب في تغيير كبير؟
يا ترى هتصدق ولا هتضحك وتقول طبعا مش أنا؟ جوه كل واحد فينا نور وقادر وعنده يقين إن يقدر يعمل فرق، بس لازم دايما نصدق نفسنا زي آمنة صدقت في نفسها وكمان في رسالتها اللي حست فيها بمسؤولية كبيرة. خلاص وصلنا للنهاية، لحظة من أهم اللحظات في التاريخ، مش بس لأنها بداية حياة إنسان، لكنها بداية الرسالة النبوية اللي هتغير حياة كل واحد فينا. شكرا جدا ليكم على وقتكم ودعمكم. ما تنسوش تشاركونا رأيكم، وطبعا وجودكم معانا هو اللي بيخلينا نكمل. استنونا في اللي جاي. رحيل عبد الله قبل الميلاد. سلام مؤقت لحد ما نتقابل تاني في الحلقة اللي جاية بإذن الله من سلسلة محمد رسول الله.